باختصار، الطريق إلى النصر والتحرير واستعادة الوطن يبدأ عندما تصدق النوايا ويهيمن الإخلاص وتتوحد الأهداف وتتساقط الأجندات وتغلب المصالح العامة على الشخصية والآنية والأنانية والحزبية والمناطقية. الطريق إلى النصر يبدأ حين تنتصر الكرامة على المذلة وتستأسد السيادة على التبعية ويعلو زئير الأسود في الخنادق على أناشيد وخطب المرابطين في الفنادق، حين توجه فوهات البنادق صوب صدور الأعداء إلى ظهور الرفقاء، حين تتحدث الرصاصة قبل القلم ويترجم القلم ما خطته الرصاصة في جسد أعداء الله والوطن والشعب. الطريق إلى النصر يبدأ بنسيان أحقاد الماضي وتحصين الحاضر بصفاء النفوس والصدق العمل وحل الخلافات على طاولة الحوارات وتحويل ما خط على الورق من اتفاقات إلى واقع تشهد به الجبهات. نعم، ننتصر حين تتوحد أهدافنا ونؤمن أن عدونا واحد لا ثاني له، وأن القضاء عليه وعلى فكره السلالي الدخيل هو السبيل الوحيد لاستعادة الوطن. الطريق إلى النصر يكون حين تفتح أبواب المسؤولين والقادة أمام الأبطال والمقاومين ورجال المهمات والتضحيات قبل أولئك المتمترسين خلف مصالحهم واستحقاقاتهم اللامتناهية من أصحاب الشطحات والشيلات والأضحيات. الطريق إلى النصر يأتي عبر الأخذ بأيادي الجرحى من أبطال الجيش والمقاومة والاعتناء بأسر الشهداء وتلبية متطلباتهم وإيصال مستحقاتهم إلى منازلهم، لا بتعذيبهم وملاحقاتهم لأمناء الصناديق وبعض القيادات في مصايفهم. الطريق إلى النصر يأتي أيضا بصرف مستحقات ورواتب أولئك الأبطال المرابطين في كل سهل وجبل دفاعا عن الوطن والمواطن والشرعية من رجال الجيش والأمن قبل أولئك المتخندقين في عواصم الشتات، ولا هم لهم إلا أن يطعنوا بالشرعية ورموزها وقادتها وعلى نفقة الشرعية نفسها. فهل ما نحن فيه اليوم بداية لتصحيح المسارات والسير في الاتجاه الصحيح، أم أننا سنستمر في استخدام المهدئات التي ما تلبث أن ينتهي مفعولها لتبدأ طريق أخرى صوب نهايات لا تحمد عقباها؟